السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي طلبة تالتة إعدادي مع منهج اللغة الإنجليزية الجديد هذا العام. على فكرة المنهج اتغير السنة دي، بتعتبر أول سنة لهذا المنهج الجديد، وربنا يوفقكم يا رب. وأنا هبقى معاكم إن شاء الله السنة دي من أول درس لغاية آخر درس في المنهج. بإذن الله هعمل لكم الفاينل ريفيجن، ويا ريت نذاكر أول بأول مع بعض. وإن شاء الله اليونت الأول اللي أنا هاخده دلوقتي معاكم هبدأ بالجرامر بس النهاردة، وهخلي اليونت صغير، مش هخلي الوقت طويل بحيث إن إحنا ما نملش. يلا نشوف مع بعض يونت 1 Personal Identity، الهوية الشخصية. Personal Identity معناها الهوية الشخصية. الجرامر بتاع اليونت الأول يا جماعة بيتكلم على زمن اسمه present perfect simple، المضارع التام البسيط. واحد يقول لي هو في أكثر نوع من المضارع؟ المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر. احنا بنتكلم النهاردة على present perfect simple. على فكرة أي زمن لازم أعرف فيه تكوين الزمن، إن هو بيتكون من إيه، وأعرف الجملة المبنية للمعلوم والجملة المبنية للمجهول، ونعرف النفي والسؤال أيضا. على فكرة هناخد جزء جزء كده وبالراحة وعلى مهلنا. أول حاجة نعرفها المضارع التام البسيط البريزنت بيرفكت سيمبل بيتركب من مع الضمائر I you we they. بنستخدم معاهم إيه يا ترى؟ have plus pp. ممكن اختصر have apostrophe ve. طب ومع الضمائر he وشي وإت بستخدم has، ممكن اختصرها الابستروفي s بلس بي بي. يبقى نقدر نقول يتكون او تتكون جملة المضارع التام البسيط في المبني للمعلوم من يبقى لازم اعرف مع الضمائر I ويو ووي وذي have او has بلس بي بي. احنا عارفين has بتاخد he وشي وإت. يلا ناخد مثال. I have bought some chocolate. I have bought some chocolate. أنا اشتريت بعض الشوكولات. إمتى الكلام ده حدث؟ حدث من فترة قصيرة. يبقى دايما نعرف إن ال present perfect simple بيعبر عن حاجة لسه حاصلة منذ وقت قريب. يلا نشوف مع بعض المثال التاني. رضوى has washed the dishes. رضوى لسه دلوقتي غسل الأطباق. يبقى لما بيكون حاجة لسه حاصلة منذ وقت قريب استخدم البريزنت بيرفكت سيمبل، ولذلك ده بنسميه زمن لسه دلوقتي. لسه دلوقتي الفعل حاصل. يلا نشوف مع بعض في حالة المبني للمجهول بقى. تتكون جملة المضارع التام البسيط في المبني للمجهول من ايه؟ ده المرة دي هبدأ بالأوبجكت بقى يا جماعة، المفعول. أما الفوق كنت بادئ بإيه؟ المفروض ببدأ بالسبجكت. طب الأوبجكت هو المفعول، وبعد كده بحط وراه يا هاف يا هاز ثم بن ثم بي بي. يعني نقولها تاني. يتكون المضارع التام البسيط في المبني للمجهول من أبدأ بالأوبجكت، أحط have أو has been plus pp. يلا ناخد مثال. Some chocolate has been bought by me. طيب الجملة دي أصلها إيه؟ أصلها فوق. I have bought some chocolate. أنا اشتريت بعض الشوكولات. هبدأ بالمفعول. يا ترى فين المفعول في الجملة دي اللي معانا هي؟ I have bought some chocolate. هبدأ بsome chocolate. ده بيعتبر الأوبجكت المفعول. هتبقى some chocolate has been bought by me. طيب نشوف الجملة اللي جنبها. The dishes have been washed by رضوى. The dishes ده المفعول. أصل الجملة كان إيه؟ رضوى has washed the dishes. رضوى غسلت الأطباق ولسه غسلها دلوقتي. ما احنا قلنا المضارع التام اللي بيتركب من have أو has بلس بي بي بيعبر عن إن الفعل لسه حاصل منذ وقت قريب. يبقى نقدر نقول بقى ابدأ بالأوبجكت هنا في الجملة دي. بدأنا the dishes. طيب dishes هنا مفرد ولا جمع؟ جمع، عشان كده قلنا have been.
وبعد كده البي بي اللي هو washed. يبقى the dishes have been washed. يلا نلخص الكلمتين الصغيرين اللي أنا قلتهم. تتكون جملة المضارع التام البسيط في المبني للمعلوم من، أبدأ بالسبجكت الفاعل، ثم have أو has plus PP. والنقطة الثانية، تتكون جملة المضارع التام البسيط في المبني للمجهول من، أبدأ بالأوبجكت. يبقى عرفنا في المبني للمجهول لازم الجملة تبدأ بالمفعول، ثم استخدم have أو has been. يعني أنا بزود هنا إيه؟ been plus PP. نشوف استخدامات المضارع التام البسيط، سهلة جدا وجميلة. يستخدم المضارع التام البسيط للتعبير عن أحداث أو مواقف بدأت في الماضي ولم تنتهي بعد. يعني حاجة بدأت في الماضي ولسه ما خلصتش، يبقى نقدر نقول I have felt this pain since I arrived home. يعني أنا بشعر بالألم. I have felt this pain، بشعر بهذا الألم منذ since. أول ما ألاقي since أعرف إن since من الكلمات الدالة على البريزنت بيرفكت، قبلها بريزنت بيرفكت وبعدها arrived past simple. الله، يبقى واحد يقول لي مستر ده احنا عارفين قاعدة since دي اللي قبلك يا since present perfect have أو has plus pp، واللي بعدك يا since past simple اللي هو الاي دي. يبقى عرفنا يا جماعة البريزنت بيرفكت بيجي قبل since، واللي بعد since past simple. يبقى نقدر نقول بيستخدم المضارع التام البسيط للتعبير عن أحداث أو مواقف بدأت في الماضي ولم تنتهي. I have felt this pain since I arrived home. I still feel this pain. أنا ما زلت أشعر بهذا الألم. الاستخدام الثاني يا شباب، يستخدم المضارع التام البسيط للتعبير عن مواقف مرت في الماضي دون ذكر حدوثها. يعني ايه؟ حاجة حصلت في الماضي بس ما بقولش امتى. زي مثلا واحد يقول ايه I have attended 3 meetings. انا حضرت 3 اجتماعات. امتى؟ ما قالش. طالما عملت حاجة وما قلتش امتى عملتها استخدم البريزنت بيرفكت have او has plus bb. اوعى تنسى الحتة دي. يبقى لو جيت قلت مثلا انا اشتريت عربية، انا زرت جدي، انا سافرت السعودية، بس ما قلتش امتى. طالما عملت حاجة وما قلتش امتى استخدم البريزنت بيرفكت. ايضا المضارع التام البسيط بستخدمه مع ذكر عدد مرات حدوث الفعل. يعني ايه ذكر عدد مرات حدوث الفعل؟ مش انا في الجملة دي بقول ايه I have attended 3 meetings. يبقى يا جماعة انا حضرت 3 اجتماعات. طيب يبقى انا اجتماع والتاني والتالت عدد تكرار حدوث الفعل، استخدم البريزنت بيرفكت. النقطة اللي بعد كده، يستخدم المضارع التام البسيط للتعبير عن أحداث أو مواقف منتهية في الماضي ولها أثر في الحاضر. يعني حاجة حصلت في الماضي ولها أثر في الحاضر. وجملة السبب، يعني السبب في الحدث ده أو النتيجة اللي حصلت، السبب بيبقى مضارع تام والنتيجة مضارع بسيط. يلا نوضح بمثال. I have eaten enough. أنا أكلت خلاص كفاية، ما فيه الكفاية. I have eaten enough. So لذلك I don't want any more food. أنا مش محتاج أكل تاني. طيب يا أستاذ أنت دلوقتي بتقول إن البريزنت بيرفكت المضارع التام حاجة لسه حاصلة دلوقتي. أيوة، يبقى أنا لسه آكل دلوقتي enough، أنا آكل ما فيه الكفاية. لذلك I don't want any more. يبقى عندك present perfect في الأول وجا بعد منه النتيجة في البريزنت سامبل. يلا نشوف بعد كده استخدام آخر للمضارع التام البسيط. يستخدم المضارع التام البسيط للتعبير عن الخبرات والتجارب، غالبا مع ever و never للتفضيل. يعني ايه للتفضيل؟ يعني مثلا لو قلت جملة زي اللي موجودة عندي This is the most dangerous animal I have ever seen. معناها ايه؟ ده أخطر حيوان أنا شفته. مش كلمة أخطر حيوان، ده أنا بفضل، ده تفضيل أعلى حاجة. يعني This is the most dangerous animal I have ever. مهمة جدا حتة I have ever إيه seen. طيب يبقى بستخدم المضارع التام البسيط للتعبير عن
عن التفضيل مع ever و never. طب ممكن أقولها بnever بقى؟ أيوة ممكن. I have never seen such a dangerous animal. يبقى الجملتين دول شبه بعض بالظبط. يلا نقراهم تاني. This is the most dangerous animal I have ever seen. ده أخطر حيوان أنا شفته. ممكن أقول أنا ما شفتش حيوان أخطر من ده، ما هو نفس المعنى. I have never seen such a dangerous animal. يلا نبص للنص اللي بعد كده في الجملة. لو عندك شيء لم أفعله من قبل وأول مرة أعمله دلوقتي، أول مرة بستخدم برضو البريزنت بيرفكت يا جماعة. يعني حاجة ما عملتهاش قبل كده، زي مثلا واحد أخذ عربية والده وجاي سوقها وأخذ زميله معاه، فيقول لزميله أنا أول مرة أسوق عربية. طب يبقى شيء لم أفعله من قبل ودي أول مرة أعمله، أستخدم البريزنت بيرفكت. رودي has never prepared lunch before. يعني رودي ما جهزتش قبل كده الغداء. يبقى this is the first time. أول ما ألاقي this is the first time وأنا مغمض كده، الجملة اللي بعدها هتبقى present perfect وفيها ever. يبقى رودي has ever prepared lunch. يبقى نقدر نقول this is the first time رودي has ever prepared lunch. يلا نشوف استخدام آخر. يستخدم المضارع التام البسيط للتعبير عن أحداث تمت في فترة وجيزة، غالبا مع already recently just. يعني حاجة لسه حاصلة منذ وقت أو منذ فترة وجيزة، يعني من وقت قليل. ما أنا قلت المضارع التام ده بيعبر عن حاجة لسه حاصلة دلوقتي. يلا نشوف المثال. I have just returned home. أنا لسه دلوقتي راجع البيت. I have just returned home. طب نشوف المثال اللي بعد كده. I have joined a language course lately أو recently. الله، يبقى معنى كده lately و recently و just من الكلمات الدالة على البريزنت بيرفكت. احفظوا معايا، كلها حاجات سهلة وبسيطة. يبقى نقدر نقول just، recently، lately من الكلمات الدالة على البريزنت بيرفكت. يلا نشوف استخدام آخر. يستخدم المضارع التام البسيط مع يت دي يا جماعة دايما بتستخدم في الجملة المنفية وبتيجي في آخر الجملة دايما. يبقى نقدر نقول يستخدم المضارع التام البسيط مع يت للتعبير عن أحداث لم تحدث حتى الآن في النفي مثلا. حتى الآن ومن المنتظر حدوثها، وتكون الجملة إما منفية أو سؤال. يبقى يت بتستخدم في النفي والسؤال. يلا نشوف مثال. Have you met the new manager yet? Have you met the new manager yet? هو أنت لسه ما قابلتش المدير لغاية دلوقتي؟ طب يلا نشوف المثال اللي تحت على طول. My uncle hasn't left hospital yet. My uncle hasn't left hospital yet. يبقى جملة منفية. يبقى الجملة المنفية أو السؤال ممكن استخدم في آخرها كلمة yet، ويت بتدل على البريزنت بيرفكت. يلا نشوف الاستخدام اللي بعد كده. يستخدم المضارع التام البسيط للتعبير عما تم القيام به حتى الآن. يعني عايز أعرف دلوقتي so far يعني حتى الآن. أول ما ألاقي so far، أول ما ألاقي up till now من الكلمات الدالة على البريزنت بيرفكت، ودول أهم حاجتين يمكن في الدرس كله. أول ما ألاقي so far، أول ما ألاقي up till now أستخدم البريزنت بيرفكت. وأيضا احنا قلنا بيعبر المضارع التام عن تكرار حدوث الفعل. مثلا حضرت 3 اجتماعات، ذاكرت درسين، كتبت 2 إيميل، وهكذا. طب نشوف مثال يوضح الكلام ده. so far حتى الآن. I have passed 2 exams. أنا نجحت في امتحانين. يبقى احنا قلنا so far بتستخدم مع البريزنت بيرفكت اللي بيتركب من have أو has plus bb. ركزوا قوي على الحتة دي. الجملة اللي بعد كده. I have interviewed 5 applicants up till now. كلمة applicants متقدمين للوظيفة. يبقى أنا عملت انترفيو ل5 من المتقدمين للوظيفة حتى الآن. يبقى نقدر نقول أهم كلمات دالة
على المضارع التام البريزنت بيرفكت so far واب till now. يلا بينا نشوف النقطة اللي بعد كده. يستخدم المضارع التام البسيط للتأكيد عن حدوث الفعل. أنا بأكد يا جماعة، أنا بأكد بستعمل already. هي already معناها إيه؟ بالفعل. أقول أنا بالفعل عملت الحاجة دهيت، يبقى استعمل I have already watered the trees in the garden. أنا بالفعل رويت الأشجار في الحديقة. Has this student finished the exam already? He must be very clever. على فكرة يا جماعة already ممكن تيجي في آخر السؤال، دي مهمة جدا. already في آخر السؤال وبتعبر إن الفعل تم على فكرة. أما يت الفعل لسه ما تمش. واحد يقول لي يا مستر مش انت قلت لنا ان يت بتيجي في اخر السؤال؟ ايوه، وبتعبر ان الفعل لسه ما تمش، ولكن اوريدي لو جت في اخر السؤال يبقى الفعل تم. عشان كده بقول في اخر الجمله he must be clever. must be معناها ايه؟ معناها بالتأكيد. على فكرة must لوحدها يجب أن، أما must be معناها بالتأكيد. يبقى السؤال إذا انتهى بأوريدي يبقى الفعل تم، أما إذا انتهى بيت فالفعل ما تمش. يلا بينا نشوف مع بعض. لاحظ استخدام سينس. قاعدة سينس يا جماعة لا مهمة جدا جدا. سينس بيجي وراها توقيت محدد، وقت محدد، رقم سنة، اسم شهر، اسم يوم، رقم ساعة، كلمة last yesterday. يلا بينا نشوف مع بعض المثال. I haven't seen my uncle since yesterday. يبقى since جا وراها yesterday. ممكن since يجي وراها اسم يوم Sunday. ممكن يجي وراها كلمة last week. ممكن يجي وراها اسم شهر October. ممكن يجي وراها اسم سنة في الماضي 2016. يبقى نقدر نقول since يجي وراها توقيت محدد، اسم شهر، اسم سنة، اسم يوم، كلمة last، كلمة yesterday. يلا نشوف مع بعض كمان النقطة اللي جاية بتاعت سنس بيجي وراها ايه؟ اسم يدل على توقيت محدد في مرحلة محددة. يعني مثلا ممكن اقول منذ طفولتي، منذ ولادتي، منذ زواجي، منذ تخرجي، وهكذا. يلا نشوف المثال الجميل ده. She has lived in Aswan since her birth. Since her childhood, since her marriage, since her graduation. graduation يعني تخرج. على فكرة يا جماعة since ممكن بيجي وراها زي ما احنا قلنا توقيت محدد، وبيجي وراها اسم يدل على توقيت محدد برضو. since لها استخدام آخر زي ما احنا عارفين، بيجي بعدها دايما past simple، ماضي بسيط. لا دي مهمة جدا، ما احنا لسه قايلين since لو جت في نص الجملة قبلها present perfect بعدها past simple. يلا تاني كده. since لو جت في نص الجملة قبلها ايوه present perfect مظبوط has او have plus pp، وبعدها ايه past simple ماضي بسيط. برافو عليكم. يبقى since استخدامها بيجي بعدها past simple وقبلها present perfect. عمر has worked in this company since he graduated. graduated يعني تخرج. يبقى عمر بيشتغل في هذه الشركة منذ ما هو تخرج. يلا نشوف استخدام تاني لسينس يا جماعة. سينس بيجي قبلها اتس وفترة زمنية. لا دي مهمة جدا دي. اتس وفترة زمنية، واللي بعد سينس احنا عرفنا. اللي بعدك يا سينس باست سيمبل، جملة في الماضي البسيط. اتس 2 months since we met. يعني شهرين منذ ما احنا اتقابلنا. يعني ما اتقابلناش منذ شهرين. يبقى وكأني بقول we haven't met for 2 months. يلا بينا نشوف فور بقى. ايه حكايه فور قريبه من سينس شويه، بس فور بيجي وراها مده، مش زمن، مش توقيت محدد بقى، لا مده، يومين، اسبوعين، شهرين، سنتين. a long time. ages يعني فتره طويله او عمر يعني. يبقى نقدر نقول ان فور بيجي وراها المده زي I have lived in Aswan for 17 years, 2 months, a week, a long time. ages يعني فترة طويلة. لاحظ الجملة التالية بقى. بص معايا للجملة اللي جاية. I have played football for as long as I can remember. ايه ده؟ يبقى احنا لسه قايلين انه فور بيجي وراها فترة، تمام، او مدة، وليس توقيت محدد.
واحد يقول لي طيب هنا اقول ايه؟ for as long as I can remember. يبقى ينفع، يبقى هنا برضو يبقى هنا مدة وغير محددة، يبقى نقدر نقول I have played football for as long as I can remember. يبقى أول ما ألاقي as long as يبقى بيجي قبلها for ولا since؟ يجي قبلها for. يلا نشوف الحتة اللي جاية المهمة دي قوي. بنقول هنا have أو has been to، واللي تحتها have أو has been in ويجي وراهم مكان، have أو has gone to ويجي وراهم مكان. إيه الفرق ما بينهم؟ يا جماعة been to ومكان يبقى ذهب وعاد. طيب been in ومكان يعني مقيم فيه ولا زال موجود هناك منذ فترة، مقيم. ولكن لو قلت has gone أو have gone to ومكان يبقى gone راح ولسه ما رجعش، ذهب إلى مكان ولم يرجع حتى الآن. يبقى نقدر نلخص الحتة المهمة دي قوي، نقول فيها إيه؟ have أو has been to زائد مكان، been يبقى راح ورجع، فيها 2 إي، راح ورجع. طب been in لا، ده هو مقيم، مسافر ومقيم هناك. طب have أو has gone to راح مشوار ولسه ما رجعش، أو راح مكان ولسه إيه؟ ولسه ما رجعش. يلا ناخد الأمثلة اللي توضح لي الحتة دي، مهمة أوي على فكرة. You can't meet the manager، أنت ما تقدرش تقابل المدير because he has gone to Paris، هو راح باريس ولسه ما رجعش. ليه؟ أصله has gone to راح ولسه ما رجعش. طب نشوف المثال اللي بعد كده. I have been in Cairo since last Friday، أنا مقيم في القاهرة، قاعد في القاهرة منذ الجمعة الماضية. يبقى have been in مقيم في المكان، رحت قاعد في شوية بشتغل أو مقيم في هذا المكان لفترة. He has been to the supermarket، you can see the bags on the table، هو راح السوبر ماركت. يا ترى رجع ولا ما رجعش؟ رجع، عشان عندك بن، ما احنا قلنا بن دي فيها 2 اي يعني راح ورجع. he has been to the supermarket. you can see انت تقدر تشوف بقى الباجز، الشنط والحاجات اللي هو ايه اشتراها. يلا ناخد بعض الجمل كاكسرسايز صغير نفكر فيه مع بعض. نمبر 1، I dots 3 letters this morning. أنا عايز أقول أنا كتبت 3 خطابات هذا الصباح. مش هنا الفعل فيه تكرار، وإحنا قلنا عند تكرار حدوث الفعل بستخدم المضارع التام have أو has plus pp. يلا نفكر في الإجابة. أول حاجة بيقول لي have been writing، لا دي فيها استمرار ما تنفعش. have been written ده مبني للمجهول، والمبني للمجهول يبدأ بالمفعول، وهنا بادئ بأي فاعل، ما ينفعش. have written أيوة فعلا هي دي الإجابة، have written مضارع تام في حالة المبني للمعلوم عشان الجملة بادئة بالفاعل. يلا نشوف مع بعض الجملة نمبر 2. 3 letters 3 خطابات. طب الجملة هنا بادئة بالفعل ولا بالمفعول؟ 3 خطابات، الخطاب ده مفعول، يبقى الجملة إذا بدأت بالمفعول فهي مبنية للمجهول، يبقى 3 letters not this morning. أول ما يقول لي this morning برضو أجزاء اليوم بتدل على البريزنت بيرفكت، بس هنا الجملة بادئة بالمفعول بالظبط كده يا شباب، يبقى عايز مبني للمجهول. 3 letters نشوف مع بعض. have been writing، احنا قلنا المبني للمجهول have أو has been plus pp، وقلنا writing ده مش pp، يبقى دي غلط. have been written أيوة فعلا هي دي المبنية للمجهول have been written. نشوف الجملة نمبر 3. احنا هنحل مع بعض 4 جمل، وهخلي لكم 4 جمل تحلوهم لوحدكم، واكتبوا لي في الكومنتس الإجابات وهقول لكم صح ولا غلط. نمبر 3، أحمد has gone to بني سويف. احنا قلنا has gone to، gone وراح ولسه ما رجعش، ولكن بن هي اللي راح ورجع. أحمد has gone to بني سويف. This means that، مش احنا قلنا أحمد هنا راح ولسه ما رجعش، يبقى يا ترى
he is still there هو ما زال هناك، ولا he is no longer there ولا لم يعد هناك، ولا he will be there ولا هو هيكون لسه هناك، ولا he won't be there. طبعا الإجابة واضحة جدا، هو راح ولسه إيه، ولسه ما رجعش. يبقى الإجابة he is still there هو ما زال هناك. يلا نشوف الجملة الأخيرة. أحمد has been to بني سويف. has been واحد يقول لي has been to المكان راح ورجع. has been أحمد has been to بني سويف. this means that يبقى أنا عايز أقول أحمد راح بني سويف بس رجع، عشان عندك been. احنا قلنا gone راح وما رجعش، been فيها 2 إي راح ورجع. يبقى هنا أحمد راح بني سويف ورجع. يبقى هل يا ترى he is still there؟ هل هو لسه هناك؟ لا طبعا he is no longer there. كلمة no longer لم يعد، اعرفوا يا جماعة الحتة دي. no longer he is no longer there هو لم يعد هناك. هو فعلا دي الإجابة الصحيحة، هو لم يعد هناك، أصل هو رجع. أصل أنا عندي في الجملة الأصلية أحمد has been to بني سويف، يبقى أحمد راح بني سويف ورجع، عشان عندي بن راح ورجع، gone راح وما رجعش. وعندك بقى 4 جمل هتحلهم إن شاء الله وتبعت لي الإجابات، وأنا هرد عليكم لو في أخطاء ولا حاجة إن شاء الله وأوضحها لكم. أتمنى إن إحنا نكون فهمنا الدرس ده كويس، أول درس في المنهج الجديد، وإن شاء الله معاكم لغاية آخر يونت. أتمنى لكم التوفيق، وحتى نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.